مشاهدي برنامج بين الملاعب، بعودناكم ان احنا كل اسبوع يوم الاحد نقدم لكم فقره عن رياضه التجديف. النهارده بنقدم لكم فقره عن الماستر اللي هم فوق ال50. النهارده زي ما احنا شايفين قارب فيه السيد التوني ومحمد علي والدفه معاهم السيد حسنين. ده كان مهرجان الماستر الثاني اللي نظمته منطقه اسكندريه. القارب اللي جنبهم ده قارب فيه راجل جه مخصوص من السويس، المهندس محمود يسري، ومعاه الدكتور جمال عبد القادر رئيس منطقه اسكندريه للتأديف، ومعاهم قائد الدفه يسري عبد الرسول. كانوا بيقدموا مع بعض مهرجان الزوجي. لو نذكركم الشهر الماضي كان اقيم سباق في الثمانيات فقط. النهارده شايفين زواجي، وهنشوف بعديهم اربعات وسكيفات. عاد مرة أخرى نجوم التجديف اللي كانوا بيلعبوا في السبعينات والثمانينات عشان يقولوا إن الرياضة لابد إن احنا نستمر معاها لفترة طويلة. قد إيه شايفين حلاوة رياضة التجديف، إنها لعبة فردية جماعية. قارب الزوجي ده نوع من القوارب اسمه الزوجي السويب، او كل لاعب معاه مقداف لوحده، عكس في زوجي اسمه الدبل، يبقى كل لاعب معاه مقدافين. زي ما احنا شايفين قدامنا اهم السيد التوني ومحمد علي ومعاهم قائد الدفه السيد حسنين. هنروح لاول سباق في الاربعات. المركب اللي قدامنا الصفراء اللي الناحيه دي موجود فيها ماستر، يسموا نفسهم ماستر اسكندريه، والماستر الازرق ماستر الترسانه. اللي احنا شايفين قدامنا احمد البالي نمره واحد، ورا منه المعجزة أيمن سعيد، ثم وراهم على طول أكبر اللاعبين سنا طه صقر بالنسبة للشباب، لأن احنا لسه في أكبر واحد منهم بردك، ثم بعد ذلك آخر واحد محمد الخربطلي وقائد الدفة أقدم لاعب لعب تأديف زكريا عرفة، وهنروح له في سباقات الفردي. هنقول المعجزة نمرة 2. خدوا بالكم كويس قوي، الراجل ده كان أديف ولعب دولي، وفي يوم من الامام حصلت له حادثه، بطر ذراعه اليمين ورجله الشمال. خدوا بالكم نمره 2 بيقدف زي 1 و3 و4، عزيمه وقوه واصرار، بيلعب بدراع واحد. بنحييه ايمن سعيد. هنروح للقارب الاخر اللي فيه نمره 1 خميس حسن، نمره 2 ايهاب عبد النبي، نمرة 3 ممدوح صديق، 4 أحمد إبراهيم رجب، وقائد الدفة ناصر محمد. ده القارب الآخر اللي بيشارك في مهرجان الأربعة. عايز أقول لكم الناس دي بتصر على إنها تتدرب، بتصر على إنها، لأن إحنا زي ما إحنا عارفين الرياضة بتساعد بشكل كبير جدا على الوقاية من الأمراض. الرياضة شيء اجتماعي مهم جدا. الناس دي بتدعوا زمايلهم اللي بطلوا، على فكرة هذه المرة 30% زادوا عن الشهر اللي فات، وفي ناس بتقول من بره اسكندريه ينفع نيجي زي ما شفنا المهندس محمود يسري الراجل اللي جاي لنا من السويس عشان يشارك. هنا القاربين اللي احنا شايفينهم دول كابتن عادل جويد اللي لابس الفانيلا الصفراء، 74 سنه. بسم الله ما شاء الله عليك يا كابتن عادل يا جويد. اهو اللي قدامنا عادل جويد، جنب منه الناحيه الثانيه زكريا عرفه ابن الكابتن محمد زكريا عرفة اللي كان مدربنا في يوم من الايام. وبقول لكم ده اقدم اللاعبين، لما نيجي عليه هنقول لكم. ادي اهو كابتن عادل جويد ما شاء الله عليه 74 سنة. على فكرة عادل جويد ما بيكتفيش بانه بيقدف، لا ده تلاقيه على شاطئ سيدي باشا يوم الجمعة بعد الصلاة بيلعب مع شباب عندهم 30 و20 سنة راكت. عرفتوا بقى الرياضة حلوة قد ايه؟ لازم تحافظوا على الرياضة. وبنقول مرة تانية للي ما شاركوش واللي كانوا بيلعبوا تجديف، اهلا بيكم، الناس مستنيينكم بعد الصلاة يوم الجمعة اي يوم، او يوم السبت، او لو دخلتوا معاهم على صفحتهم على الواتساب او صفحتهم اللي عاملينها الخاصة على الفيس اسمها رواد تجديف اسكندرية. ده عادل جويد 74 سنة ما شاء الله عليك يا كابتن عادل، ربنا يديك الصحة. وهناك الناحية التانية اللي هنروح له كمان شوية زكريا عرفة، أقدم لاعب بقاله 44 سنة في التجديف. أول مشاركة له كان عنده 11 سنة، كان لسه بيبي صغير. أهو رضا أهو حطوله شوال رملة تحت منه وزنه 12 كيلو عشان يكملوا الوزن، لأن لازم الوزن ما يقلش عن 60 كيلو. زكريا عرفة بدأ دفة لأن والده علمه الأول يبقى قائد دفة ثم لاعب سكيف. رحمة الله عليه كابتن محمد زكريا عرفة مدرب معظم اللاعبين اللي انتوا شايفينهم دول. الله يرحمه كان توفى على فكرة ودفن في البقيع
في المدينة المنورة. هيبقى لنا بعد المهرجان وبعد زكريا عرفة هيبقى لنا اخر جزء مع 4 كمان شاركوا في هذا المهرجان. شايفين قد ايه بحيرة اسكندرية شكلها جميل جدا، زي ما شفنا الاسبوع الماضي بطولة العالم وقلنا عندنا في اسكندرية بحيرة زي اللي موجودة في ايطاليا. نتمنى ان البحيرة دي تقام عليها بطولات. على فكرة هذه البحيرة هي المجرى الرسمي للتجديف في جمهورية مصر العربية كلها، مفيش مكان للمجرى غير هنا، وهذه البحيرة بدأ عليها التجديف 1907. ادي اخر قوارب معانا، قاربين الاصفر بيقودهم كابتن صبحي يحيى، ورا منه على طول نمرة 2 كابتن محمد جمال، ثم الكابتن محمود ابراهيم، واخر لاعب دكتور جمال عبد القادر، ومعاهم قائد الدفة يسري عبد الرسول. على فكرة القارب ده في 2 من عيلة واحدة، الاب وابنه، نمرة 2 ونمرة 4. نمسك الخشب. على فكرة العيلة كمان فيها عبد الرحمن بطل وما زال بيشارك، لكن هذه الايام في كلية الهندسة ربنا ينجحه. ايضا والدة محمد نمرة 2 كان بطلة مصر في الثمانينات، كابتن نعمة ابو العينين، اللي هي تبقى عمة مؤمن ابو العينين نجم الاتحاد السكندري في كرة السلة. عيلة رياضية مفيش كلام. نروح للقارب الاخير معانا، كابتن السيد التوني نمرة 1، كابتن محمد علي نمرة 2، كابتن حمدي النجار 3، كابتن ناصر محمد، ومعاهم السيد حسنين قائد الدفة. ادي اهو قدامنا صبحي ومعاه محمد جمال ومحمود ابراهيم وجمال عبد القادر وقائد الدفة يسري عبد الرسول. عايز اقول لكم رياضه جميله جدا، رياضه التجديف، وكل الناس اللي بتلعب تجديف بترحب باي واحد ما لعبش تجديف وكبر في السن عايز يجي يشارك، اهلا وسهلا وماله، تبقى صديق للتجديف. وادي يمكن كابتن رأفت بيمر. وادي اخر فقراتنا النهارده واخر لقطاتنا مع الاربعه اللي فيها السيد التوني ومحمد علي وحمدي النجار وناصر محمد وقائد الدفه السيد حسنين. ان شاء الله هيكون موعدنا الاسبوع القادم مع سبق جديد وحاجه جديده لبطولات التجديف. كان معكم المعلق الرياضي علاء متولي، ونتمنى ان شاء الله تكون هذه الفقرة عجباكم، وهتستنونا كل يوم حد عشان اللي بيحب التجديف هيشوف حاجة جديدة معانا في التجديف. بشكركم، ودي اعتقد كانت اخر فقرة معانا. بشكر الزميل محمد موسى والمخرج مجدي الليسي، وهنطلع منها على نهاية البرنامج. تحياتي اليكم علاء متولي، والى اللقاء في فقرات اخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.